أهلا بيكم يا جماعة. النهاردة عندنا درس يعني ممكن نقول مش هتلاقوه في أي كتاب لغة ألمانية، بس صدقوني يمكن ده يبقى أهم درس تتعلموه في حياتكم لو مسافرين ألمانيا. هنتكلم عن إيه؟ عن جمل الطوارئ، الجمل اللي لا قدر الله لو اتحطينا في موقف صعب هي اللي هتنقذنا. فخلونا نركز كويس ونجهز نفسنا لأي حاجة. يلا بينا؟ طيب عايزاكم تتخيلوا معايا الموقف ده. ماشيين في شارع كده جميل في برلين والجو حلو ومستمتعين بالفسحة، وفجأة لا قدر الله بوم، حصلت حادثة. في ألم، في لخبطة، والناس حوالينا كلها بتتكلم ألماني بسرعة وإحنا مش فاهمين أي كلمة. إحساس فظيع بالعجز، مش كده؟ بالظبط. عشان كده لازم نكون مستعدين بالجمل اللي هتنقذنا في موقف زي ده. دي الجملة السحرية، دي مفتاح أي مساعدة ممكن تحتاجوها في ألمانيا. بصراحة لو طلعنا من الشرح بتاع النهاردة بالجملة دي بس يبقى احنا كده كسبنا كتير قوي. اسمعوها كويس وركزوا في النطق ورددوا معايا. Können Sie mir bitte helfen؟ تاني كده. Können Sie mir bitte helfen؟ دي الطريقة المهذبة الرسمية والمباشرة اللي هتخلي أي حد يقف وينتبه لي ليكوا فوراً عشان يساعد. طيب تعالوا بقى نفصص الجملة دي حتة حتة كأنها لغز بالظبط. نبدأ ب können، دي معناها هل تستطيع، وبعدها زي، ودي مهمة جدا جدا، معناها حضرتك. استخدام زي بيوري للشخص اللي قدامك احترام، وده بيفرق قوي في المواقف دي. بعدين مير اللي هي لي أنا، أو ني في تساعدني، وكلمة بت طبعا اللي هي من فضلك لازم نستخدمها، وفي الآخر هلفن اللي هو المصدر بتاع فاعل يساعد. يبقى كلها على بعضها طلب مهذب ومحترم ومباشر جدا، وده بيخلي الناس فعلا تستجيب بسرعة أكتر. تمام قوي، خلاص لفتنا انتباه حد ووقف عشان يساعد. الخطوة التانية على طول إيه؟ لازم نوصف المشكلة، وأسرع وأوضح طريقة ممكن نعمل بيها كده هي الجملة دي: Ich bin verletzt. اسمعوا النطق: Ich bin verletzt. جملة بسيطة من كلمتين معناها أنا مصاب، مفيش أوضح من كده. طيب افرضوا لا قدر الله الإصابة شكلها أكبر شوية، يعني شاكين إن في كسر. هنا محتاجين نكون أدق، والجملة دي هتنفعنا جدا في الحالة دي. اسمعوا كده: Ich glaube, ich habe mir etwas gebrochen. الجزء الأولاني ده ich glaube ذكي قوي، معناه أنا أعتقد أو أنا شاكك. فكده إحنا مش بنشخص حالتنا طبيا، إحنا بس بنوصف إحساسنا. وبعدين بنقول ich habe mir etwas gebrochen، يعني أنا كسرت حاجة. وهنا بقى معلومة جرامر صغننة كده على الماشي للناس اللي بتحب تفهم اللغة أكتر. كلمة جبروخن دي هي التصريف الثالث من فعل براشن اللي معناه يكسر. في الألماني لما بنوصف حاجة اتكسرت خلاص بنستخدم الصيغة دي من غير ما ندخل في تفاصيل جرامر معقدة، بس خلونا عارفين إن جبروخن معناها مكسور. بسيطة أهي. والأحلى كمان إننا ممكن نحدد بالظبط إيه اللي اتكسر، يعني بدل ما نقول حاجة أو etwas ممكن نكون محددين أكتر. ممكن نقول مثلاً Ich habe mir den Arm gebrochen، يعني أنا كسرت دراعي. أو لا قدر الله Ich habe mir mein Bein gebrochen، اللي هي أنا كسرت رجلي. شفتوا سهلة إزاي؟ إحنا بس بنشيل كلمة etwas ونحط مكانها العضو المصاب. في جمل كده يا جماعة مفعولها بيبقى زي الصدمة الكهربائية، بتوصل خطورة الموقف كله من غير أي شرح زيادة، والجملة دي واحدة منهم. اسمعوا: Ich kann nicht laufen. معناها بمنتهى البساطة أنا مش قادر أمشي. أول ما أي حد ألماني هيسمع الجملة دي هيفهم فوراً إن الموضوع خطير وإن الحالة دي محتاجة تدخل سريع جداً. طيب تمام، إحنا كده وصفنا الإصابة. إزاي بقى نوصف الألم نفسه؟ الجملة الأساسية اللي لازم نكون حافظينها هي دي: Ich habe starke Schmerzen. ركزوا على كلمة starke، دي معناها قوي أو شديد، وكلمة schmerzen معناها ألم. فلما نقول ich habe starke Schmerzen يبقى إحنا بنقول أنا عندي ألم شديد جدا. وممكن نعمل حركة أحسن كمان، ندمجها مع طلب المساعدة عشان تبقى جملة واحدة قوية تخلص الموضوع. ممكن نقول Ich habe starke Schmerzen und brauche sofort einen Arzt. الجزء الجديد ده und brauche sofort einen Arzt معناه وأنا محتاج دكتور حالاً. كلمة زفور دي يا جماعة معناها فوراً أو حالاً. دي كلمة بتعلي مستوى الطوارئ لأقصى درجة. طيب لو الوضع خطير بجد ومحتاجين إسعاف، هنا مفيش وقت لأي مقدمات، الجملة لازم تكون مباشرة وواضحة. Rufen Sie bitte einen Krankenwagen. معناها من فضل حضرتك اطلب عربية إسعاف. الكلمة الأخيرة دي Krankenwagen ممكن تبان طويلة وصعبة، بس اسموها معايا كده: Kranken لوحدها وواجن لوحدها. Krankenwagen.
دي كلمة لازم نكون حافظينها كويس جدا. أوكي، بس طبعاً مش كل الحالات الطارئة بتكون محتاجة إسعاف. ساعات بنحتاج أنواع تانية من المساعدة. يعني مثلاً لو محتاجين دكتور بشكل عام ممكن نقول wir brauchen einen Arzt، يعني إحنا محتاجين دكتور. طيب لو حاسين إن الموضوع محتاج مستشفى يبقى نسأل السؤال ده: gibt es hier in der Nähe ein Krankenhaus؟ وده معناه هل في مستشفى قريبة من هنا؟ أما بقى لو الموضوع أبسط ومجرد إرهاق أو صداع ومحتاجين صيدلية هنقول ich bin auf der Suche nach einer Apotheke، ومعناها أنا بدور على صيدلية. يبقى كده خلونا نلخص كل اللي قلناه في خطة طوارئ واضحة من 4 خطوات. احفظوهم بالترتيب ده، دي أهم حاجة في شرح النهاردة. أول خطوة نطلب المساعدة، هنقول können Sie mir bitte helfen. تاني خطوة نشرح الإصابة، هنقول مثلا ich habe mir etwas gebrochen. تالت خطوة نوصف الألم، ب ich habe starke Schmerzen. والخطوة الرابعة والأخيرة لو الموقف خطير نطلب الإسعاف ب rufen Sie einen Krankenwagen. ال4 جمل دول يا جماعة هم إعداد النجاة بتاعتكم في أي موقف طارئ لا قدر الله في ألمانيا. ربنا يحفظنا كلنا طبعا، ومحدش فينا يتحط في المواقف الصعبة دي أبدا. بس زي ما بنقول دايما الاستعداد والتحضير أهم من أي حاجة. بكده نكون خلصنا الشرح بتاع النهاردة اللي هو مهم جدا جدا. لو حسيتوا إن المحتوى ده مفيد وممكن يساعد حد، ما تنسوش تدعمونا باللايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد بننزله. شكرا جدا لوقتكم، وأشوفكم في شرح جديد قريب. سلام.